كان بيتميز دايما طول عمره على المستوى المحلي والقاري بانه المنظومه الدفاعيه الاقوى. انت ممكن تكسب 1-0 لكن مستحيل لما تكون بتستقبل كتير تكسب بطوله. عايز تعرف عماد النحاس عمل ايه مع لعيبه الاهلي؟ اللي حبسك خلاص مات. اخرج اعرف لك صاحب او صاحبه كنت تدردح كده بدل اللخمه اللي انت فيها. ده اللي حصل على المستوى الهجومي. اما على المستوى الدفاعي منظومه النادي الاهلي اللي سجلت 12 هدف استقبلت 4 اهداف في 3 مباريات بس. جبنا 12 هدف في 3 مباريات، وده معدل عالي ولكنه معدل مقبول جدا من فريق بطل بحجم النادي الاهلي، واخد على ان هو بيهاجم طول الوقت وبيكسب بسكور، والكلام ده مفهوم. اما ان انت يجي فيك 4 اهداف في 3 مباريات، ولو حددنا يكون 4 اهداف في مباراتين هما مباراة بتروجيت ومباراة المصري، فاحنا عندنا مشكلة واضحة جدا في المنظومة الدفاعية بتاعتنا. مشكلة منظومتنا الدفاعية ما ينفعش نخليها بشكل شخصي، فان احنا نهاجم رامي ربيعة او ان احنا نهاجم الشناوي او نهاجم ياسر ابراهيم او كوكا او اي حد بالاسم. احنا عندنا مشكلة في منظومتنا الدفاعية، وعلشان كده احنا محتاجين نشتغل على تحليل المشكلة دي. اولا انت عندك خلل واضح ناحيه الشمال لانك بتلعب بباك ليفت هو اصلا مش باك ليفت، احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا بيحاول يأدي وبيحاول يكون ظهير ايسر صلب وقوي لمنظومه النادي الاهلي، ولكن علشان هو مش متعود على انه يكون ظهير ايسر وبيلعبها في المناسبات، فبيكون صيد سهل عند المدربين، وخصوصا المدربين الشطار اللي بيذاكروا كويس علشان يشتغلوا من ناحيه الشمال. وتوقع الكلام ده في ماتش البنك الاهلي. واللي بيخلي المشكله دي اكبر شويتين هي وجود اشرف بن شرقي. بن شرقي لعيب على المستوى الهجومي ممتاز متميز جدا، بيديك حلول مختلفه وبيديلك متنفس مختلف تماما عن كل الكواليتي اللي موجود في الدوري المصري كله، ولكن اسهامات بن شرقي الدفاعيه قليله جدا، الشيء اللي بيخلي مأموريه احمد نبيل كوكا صعبه بزياده. وعشان نحل المشكله دي لازم نبص على محاور الارتكاز او لاعيبه نص الملعب الدفاعي. نواجه المشكله الحقيقيه عندنا بعد خروج حمدي فتحي وخروج ديانج وخروج كل اللعيبه القادره على استخلاص الكره وعندها شراسه في استرجاع الكرة والدعم اللي بتقدمه لاطراف الملعب. هتلاقي انك هنا خليت ظهيرينك سواء محمد هاني او الظهير الايسر ايا من كان مكشوفين بيلعبوا لوحدهم. الامر اللي بيتطلب من السردباك الموجود ناحيه الشمال في حاله احمد نبيل كوكا انه يضم عليه، وبالتالي المسافات البينيه ما بين الاثنين سردباكات او الاثنين مساكين بتكون واسعه وبيكون سهل اختراقها. وده الامر اللي حصل في اول 6 دقائق في مباراه المصري بعرضيتين، واحده جت في العارضه وواحده اتسجلت جول. هنا جرس انذار قوي جدا بيقول ان مروان عطيه لعيب هايل جدا كمركز 6 وفي الخروج بالكوره وفي استرجاع الكوره. مروان بيحتاج نوعيه ديانج او حمدي فتحي، الشراسه القويه جدا اللي بتسترجع الكوره وبتديله اريحيه في الخروج بالكوره وبناء اللعب. هنا بقى النقطه المفصليه، نروح عند الناس اللي جمهور الاهلي بيحب يهاجمهم، الاثنين مساكين. احنا عندنا 2 مساكين سنهم كبر، عندنا رامي ربيعه وعندنا ياسر ابراهيم. الاثنين محدش ينكر رجولتهم وادائهم القوي لما بنحتاجهم، ولكن هم عندهم اخطاء. رامي وياسر الاثنين كورتهم مش احسن حاجه، والاثنين تدرجهم بالكوره او مساهماتهم في بناء اللعب مش احسن حاجه. ضيف على كده انهم مدافعين بطاء ما عندهمش السرعه الكافيه. لو انت بتضغط بشكل قوي جدا وحصل كرات مرتده وكرات طويله وبقى فيها سباق، هم مش هيكسبوا. طب هو ليه النادي الاهلي ما بينزلش بمعدل الاعمار في الخط ده؟ خاصه ان انت محتاج لعيب صغير ولعيب قوي وسريع وعنده مهاره. ليه النادي الاهلي ما بيدورش في الاتجاه ده؟ احنا محتاجين نحط الضوء هنا على نوعيه اللعيبه اللي الاهلي بيحتاجها. مصطفى العش لعيب كويس جدا، بيقدر يلعب باك ليفت وبيقدر يلعب مساك، ووجوده بدل رامي ربيعه بعد اصابته في مباراه المصري اضاف شيء من الصلابه لخط ظهر النادي الاهلي. وباللعب وبزياده عدد دقائق اللعب والمشاركه لمصطفى العش اعتقد ان احنا هنكتسب
لاعب ومساك مهم جدا للنادي الاهلي واضافه لمنظومته الدفاعيه والمنتخب. هنا بنروح بقى لشناوي. الشناوي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف واحيانا شوبير بيشوبهم مشكله واضحه جدا، وهي التعامل مع العرضيات والتردد في الخروج للاستحواذ على الكوره، وخاصه محمد الشناوي. محمد الشناوي فقد ثقته في نفسه في انه يطلع يمسك الكوره العرضيه، بقى بيتحايل على الموضوع ده بانه يروح ويلعب الكرة بالبوكس. طول محمد الشناوي مع الفوت ورك الكويس يقدر يديله الكلام ده، ولكن القصه هنا مش قصه الشناوي بالنسبه لي انا، وكواحد بيحاول يوصل للمشكله فين ويحلها ازاي، اروح على طول لميشيل يانكون. ميشيل يانكون راجل اضاف جدا 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 تدريب حراسه المرمى في النادي الاهلي، واعتقد انه واحد من الناس اللي احنا فعلا هنقف عندهم وعن كيفيه اسهاماته في تحسين جوده حراسه المرمى في النادي الاهلي. ولكن انت مش واخد بالك ان كل اللعيبه وكل حراس المرمى اللي دربهم ميشيل يانكون عندهم نفس التردد في الخروج لاخذ الكرات العرضيه؟ يعني فتره طويله جدا برصد الكلام ده، ومن خلال رصدي احب اقول ان ميشيل يانكون بيحتاج بقى يا اما مساعد يا اما يتغير، لان احنا محتاجين حارس مرمى متكامل. ومتكامل هنا يعني بيطلع ياخد العرضيات، يعني الريفليكشن اللي هو اشتغل عليه وطوره جدا محتاجينه، وحمايه المنطقه بشكل كامل ده محتاجينه. وكمان محتاجين ان حارس مرمى النادي الاهلي يكون كورته كويسه وبيقدر يلعب برجله وبيقدر يطور اداء الفريق الدفاعي، وبيقدر يكون ملجأ للعيبه في حاله الضغط العالي علينا، بانه يكون لاعب زياده بيساهم في بناء اللعب. الامر اللي بيقول ان ميشيل يانكون له وعليه ويحتاج للتقييم مره جديده بعيدا عن عواطف المشجعين. عواطف المشجعين لا تحكم ولا تدير. وقيموا ميشيل يانكون ومشاكل حراسه المرمى، ولو الراجل عنده حلول يبقى يحل، لو ما عندوش حلول يبقى شكرا ونستفيد بيه في مكان تاني لو مش عايزين نمشيه، او شكرا ويمشي ويجي حد غيره يحل لنا مشاكل حراسة المرمى اللي بدأت تكون واضحة لكل الناس. متهيألي احنا كده اتكلمنا في معظم المشاكل اللي بسببها النادي الأهلي بيستقبل أهداف كتيرة. وهنا بقى أفتكر إن النادي الأهلي كان بيتميز دايما طول عمره على المستوى المحلي والقاري بإنه المنظومة الدفاعية الأقوى. أنت ممكن تكسب 1-0، لكن مستحيل لما تكون بتستقبل كتير تكسب بطولة.